السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة تي كودرز، وجيت معكم فيديو جديد. طبعا كلكم عرفتوا ان البروكسي اللي كنا بنستخدمه كل الفترة اللي فاتت ما بقاش شغال، وبقى بيطلع لك 502 باد جيت واي. فخلاص كده المفروض احنا يعني نستسلم وما نعرفش نستخدمه. لا، هنستخدمه عادي من غير اي مشكلة. هقول لكم شوية طرق محترمة جدا 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 هتنفعكم وتستخدموا بيها كل المواقع وتعملوا بيها كل حاجة انتوا محتاجينها. تمام، عايزكم تركزوا معايا وتابعوا معايا الخطوات واحدة واحدة. واحنا كده خلاص لقينا يعني الطريقة بتاعت يعني البروكسي لغاية ما ينزل لنا كود جديد، وانا هنزله لكم على طول. تمام، تابع معايا الخطوات بقى وركز معايا. هنطلع من هنا، بعد كده ننزل الشيء بتاع الاشعارات ده ونخش على الاعدادات. تمام، بعد كده نخش على connections، بعد كده الواي فاي، بعد كده التلات شرط اللي فوق دول، بعد كده advanced setting، بعد كده الهوت سبوت 2.0. تمام، بعد كده نختار open roaming. تمام، بعد كده هننزل لتحت كده هنا ونختار privacy policy. تمام، بعد كده ننزل لتحت خالص 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 خالص. تمام، بعد ما ننزل تحت بص كده تلاقي علامة يوتيوب وفيسبوك والكلام ده كله. تمام، انا هختار مثلا يوتيوب. ادي اليوتيوب فتح معانا من غير اي مشكلة. طبعا انت هتكون مضايقاك الحتة اللي في الجنب دي. تمام، وانا عارف ده. فنخش هنا على كلمة ديسبلاي، بعد كده هتلاقي حاجة اسمها سكرين زوم. هننزل لتحت هنا كده ونعليها على الآخر. تمام، ونخرج نطبق تاني نفس الطريقة. يعني نخش على connections واي فاي، خش advanced. تمام، ركز معايا بقى open roaming، بعد كده privacy policy، وتنزل لتحت خالص 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 ونخش على يوتيوب مثلا. ادي يوتيوب بقى معانا فول سكرين من غير اي مشكلة. تمام، خش بقى على ايه الطريقة اللي بعدها. والطريقة اللي بعدها انا عايزك تخش هنا كده، هتلاقي عندك ابلكيشن اصلا على التابلت اسمه حصص مصر. تمام، اهو الابلكيشن ده تخش عليه وتنزل تحت تنزل لغاية الاخر. برضه لما تبص تحت كده هتلاقي علامة يوتيوب وعلامة انستجرام، قصدي علامة فيسبوك وعلامة انستجرام. انا هخش مثلا على الفيسبوك او انستجرام عادي. تمام، فتح معانا الانستجرام فول سكرين من غير اي مشكلة. تمام، تخش بقى على الطريقة اللي بعدها. عايزك تفتح معايا بلاي ستور، بعد كده تخش وتختار تطبيق ماي اورنج وتعمل له انستول. تمام، بعد ما تعمله انستول هندوس اوبن. بقى يفتح معايا ابلكيشن ماي اورنج، هتدوس على كلمة جوين اورنج. بعد كده هتنزل تحت وتختار علامة اليوتيوب، مثلا لو انت عايز تفتح يوتيوب. تمام، وللناس بقى اللي كانت عايز تفتح جوجل مثلا، خلاص ما احنا عارفين نفتح جوجل بالطريقة الأولانية اللي هي بتاعت البروكسي اللي اتلغت. فإذا كان بقى بالطريقة الأولانية خلاص أنا قلتها لكم، اللي هي لما نخش على الكونكشن بعد كده الواي فاي، عايزين تفتحوا منها جوجل أو عايزين تفتحوا من هنا الجوجل، فهنكتب هنا في السيرش جوجل لينك وهنختار أول فيديو. نقفل الفيديو بس كده، ندوس على اللينك اللي في الديسكريبشن، وادي فتح معانا جوجل من غير أي مشكلة. حبيت أبحث مثلا منصة محمد صلاح، فالمنصة فتحت معانا. وبرضه ممكن تفتح أي منصة أنت عايزها بالطريقة دي. تمام، تمام، بس. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. وبرضه لو نزل كود بروكسي جديد أنا هعمل لكم فيديو شورت كده أو فيديو على اليوتيوب أو فيديو على التيك توك، أنا برضه هقول لكم وقتها. وهقول لكم الكود بتاع بروكسي إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.